سؤال بيتكرر كتير ومعلومات كتيرة منتشرة عنه ومش عارفين مين فيهم الصح ومين الغلط. هل فعلا ماء الورد ينفع تونر؟ السلام عليكم سيداتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واتم صحة وحال. ماء الورد هو تخفيف لكل مستخلصات الورد. يعني مستخلص الورد موجود فيه زيوت عطرية كتير ومواد كحولية، ونقدر نقول ان كلهم مواد تنفع تدي مفعول التونر لانها قابضة للمسام، وهو ده يعتبر اهم وظيفة للتونر. لكن المشكلة هنا ان كل المواد دي بيحصل لها تخفيف كبير جدا بالمية عشان الريحة ما تكونش نفاذة قوي، ولان ماء الورد كمان ساعات بيستخدم في الطهي. عشان كده ماء الورد المنتشر ده ملوش اي لازمة لو استخدمتيه لوحده كتونر، لان مفعوله هيقتصر على الترطيب البسيط اللي هيعمله واحساس الانتعاش اللي هيديه مع برودة الماء على الوجه. وهنا هيجي سؤال تاني، ليه الشركات بتعمل تونر بماء الورد لما هو مفعوله ضعيف اصلا؟ الشركات بتستخدم القاعدة في المنتج من ماء الورد فعلا، لكن مش بيكون هو المكون الاساسي اللي بيدي المفعول. لازم يحطوا معاه مواد تانية تكون قابضة للمسام، زي تونر ايفا فارما بماء الورد. المادة الأساسية اللي فيه مش هي مية الورد، ولكنها مادة تانية اسمها الشب أو الألم، وهي دي اللي بتعمل وظيفة قبض المسام، ومحطوطة مع ماء الورد عشان تدي ترطيب ويحافظ على البي اتش الطبيعية بتاعة البشرة من 4.5 ل5.5. تاني تونر وهو تونر لونا بماء الورد، وده الجميل فيه انه بيحتوي على اكتر من مادة بتعمل مفعول التونر، زي حمض السلسليك اللي بيعالج الحبوب، وحمض الاسكوربيك اللي بيعمل تقشير وبيدي نضارة وتفتيح للبشرة مع الوقت. كمان في اهم حاجة وهي الكحول الايثانول، وده اللي بيعمل قبض للمسام بطريقة فعالة جدا. كمان في مرطبات زي البنسينول والجليسرين، وكل دول محطوطين مع مية ورد علشان تدي احساس الانتعاش. حقيقي لونا من اجمل التونرز اللي شفتها، وسعره مناسب جدا، مش بيزيد عن 30 جنيه مصري. اخر تونر هنتكلم عليه النهارده وهو شبيه جدا بتونر لونا، تونر جيت فريش من ماي واي. بيحتوي برضو على مرطبات زي الجليسرين والبنسينول، ولكن المادة الأساسية اللي فيه اللي بتعمل مفعول التونر هو الإيثانول الكحولي، وبرضو محطوط مع ماء الورد عشان يدي مفعول الانتعاش والإحساس بالترطيب. اختصارا لكل اللي اتكلمنا فيه النهارده، فقبل ما تجيبي تونر بماء الورد اعرفي الأول ايه اللي محطوط معاه. هل هو ماء ورد بس؟ ساعتها ابعدي عنه تماما، لان مفعوله هيكون ضعيف جدا وهيقتصر بس على الترطيب البسيط واحساس الانتعاش بتاعه. لكن لو معاه اي حاجه قابضه للمسام زي الكحول، الشبه، حمض اللاكتيك، حمض السلسليك، حمض الستريك، ساعتها هيكون مناسب جدا، ومش بس هيديكي احساس التونر وقبض المسام، لا كمان هيحافظ على البي اتش بتاعه البشره، هيشيل اي بواقي دهون او بواقي الغسول اللي موجوده، هيمنع طبعا فرص دخول البكتيريا، واخيرا هيعمل تقشير بسيط للبشرة ويدي تفتيح ونضارة بعد كده. Thanks for watching. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تدوسوا لايك وسبسكرايب للشانل، واشوفكم في فيديو جديد.